السلام عليكم. فيديو سريع وجديد ومفيد. تابعوا معنا الفيديو للآخر لحتى نتعرف على فوائد الزبيب الأسود. بسم الله الرحمن الرحيم. الزبيب الأسود يحتوي الزبيب الأسود على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم كالسكريات والكربوهيدرات والدهون والألياف. يقوي الطحال والكبد والمعدة ويقلل من وجع الرئة والحلق والصدر والمثانة. يتخلص من البلغم والسعال والتهاب الحلق، يعالج أمراض الرئة والروماتيزم والملاريا. يتخلص من حصى المثانة ويساعد في تفتيتها، يقلل من ارتفاع ضغط الدم ويعالج مرض النقرة. يخفف من التعب والإرهاق ويحسن الحمل. يعالج مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك ويلين الأمعاء ويساعد على إزالة السموم من الجهاز الهضمي. والزبيب الأسود كمان يمد الجسم بالطاقة، وذلك لاحتوائه على السكريات ومنها سكر الفواكه. والزبيب الأسود كمان يعزز جهاز المناعة، وذلك لاحتوائه على الفيتامينات والمواد المغذية والبروتينات. بالإضافة إنه الزبيب الأسود يمنع تسوس الأسنان ويمنع نمو البكتيريا الضارة. وكمان الزبيب الأسود يقوي العظام ويمنع هشاشة العظام، لذلك الاحتواء على الكالسيوم. وكمان الزبيب الأسود يقلل من حموضة المعدة، وذلك الاحتواء على عنصر المغنيسيوم والبوتاسيوم، ويمنع الالتهابات ويحارب الجراثيم. أيضا يحمي العين من العمى والضمور والاضطرابات البصرية. والزبيب الأسود كمان يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ويحمي من الأنيميا لكونه يحتوي على عنصر النحاس والحديد. ويحمي من خطر الإصابة بأمراض السرطان وتحديدا سرطان القولون، وذلك لاحتوائه على العناصر المضادة للأكسدة. ولسه ما خلصنا من فوائد الزبيب الأسود. يحمي الحامل من الإصابة بفقر الدم ويساعد في تثبيت الحمل ويخفف من الشعور بالتوتر والقلق. بس طبعا الزبيب الأسود رغم كل هدول الفوائد إلا أنه كترة الأكل منه بتزيد الوزن بكمية عجيبة، فما بنصح أنه يكون الأكل منه بكمية كبيرة. طبعا أنا بنصح إنه يتاكل على الريق، قدر كف الإيد منه كل يوم الصبح، وبهذا القدر بيكفي. ولهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا لنا زر الجرس، وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وتستفيدوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.